انتهاء تعديل الأوضاع في البرتغال، التكوين المهني، والناس اللي بتيجي بفيزا سياحة وعايزة تعدلها أو تعمل أي حاجة تانية. خلاص البرتغال بتقول شيجا، يعني كفاية، اكتفينا من المهاجرين. فمش بس البرتغال، لا ده أوروبا كلها. خلينا نعرف ونتابع مع بعض بعد الفاصل ايه الحكاية وايه اللي جرى. لو انت مهتم كمل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ ما كنتش حابب أعمل فيديو بس برضو مضطر أعمل لكم الفيديو عشان يعني أقول اللي ليا واللي عليا. بالنسبة لموضوع البرتغال والتكوين المهني، الناس اللي عاملة تكوين مهني، الناس اللي جاية عايزة تعمل تكوين مهني، خلاص هو البرلمان المفروض إن هو ناقش. هو دايما لما بيناقش حاجة بتتكحول. تمام. فالبرلمان ناقش النهارده الحكايه بتاعه التكوين المهني، والناس اللي بتيجي بفيزا سياحه وتكسرها عشان تعمل تكوين مهني دراسه، يعني لحرفه معينه او لغه معينه او حاجه معينه يعني، او مهنه او حاجه. فكان الناس بتيجي على الطريق ده، وكان هو ده آخر مفر بعد قانون 92 وبعد قانون 40 وبعد المانيفيستا ومش عارف ايه. كان الأمل الوحيد للناس هو كان التكوين المهني اللي كنا بنحاول نساعد الناس في الإجراءات بتاعته. وهو سهل جدا الناس تعمله يعني. آه، الأوراق بتاعته بسيطة جدا وكده. ولكن هو اتناقش في البرتغال النهارده بتاريخ 16/6/2026. هو خلاص اتناقش القرار في البرلمان، وقالوا إن هم عايزين ينهوا يحدوا من المهاجرين. يعني خلاص هو خلاص الدنيا بتقفل يعني. فخلاص طالما اتناقش فهو المفروض إن هو خد حيز، اللي هو زي موضوع الجنسية كده. لما كلمونا على موضوع الجنسية وقال لك اتناقش في البرلمان، وفجأة بعد 5 سنين بقى هوب راح 10 سنين على القديم والجديد. فهو ده نفس القصة كده. وده اللي كلنا متوقعينه اليومين الجايين. لو انت لسه قدامك فرصة بسيطة، او مقدم بالفعل وقدامك فرصة بسيطة، او انت موجود في الاتحاد الاوروبي، حاول تعمل التكوين المهني باسرع وقت. اسرع وقت. ليه؟ لان طالما دخل البرلمان يعني النطاق بتاع البرلمان ده طالما اتحكى في الموضوع خلاص انسى. آه، هو احنا طبعا عارفين البرلمان هنا عبارة عن أي برلمان في أي بلد، يعني بيبقى اللي هو إيه، في ناس بينصفوا ناس وفي ناس ما بينصفوش ناس، فبتلاقي دول بيحاربوا مع دول. فمين اللي دلوقتي بيتكلموا في الموضوع بتاع التكوين المهني والتعديل الأوضاع عن طريق فيزا السياحة؟ هم اللي برضو كانوا بيتكلموا في موضوع الجنسية، ومش عايزين الجنسية تبقى سريعة لأن الناس بتاخد الجنسية وبتطلع بره البرتغال، لأن الناس بتاخد الجنسية بسرعة، لأن الناس بتدي لبعض الجنسية مش عارف إيه. هم نفس الناس دي بتوع شيجا، هم نفس الناس اللي برضو ناقشوا القانون بتاع التكوين المهني، وعايزين يحطوا حد للحكاية دي. تمام. فمعنى ان هو اتناقش معنى ان هو هيدخل حيز التنفيذ. حيز التنفيذ يعني هينزل في الجريدة الرسمية خلال ما بيتناقش. هو المفروض لو اتوافق عليه بيترفع للرئاسة. المفروض ان الرئيس بيمضي عليه وبعد كده بينزل في الجريدة الرسمية. تمام. الموضوع ده كله بيتم في خلال قد ايه؟ اسبوعين، 3 اسابيع، 4 اسابيع. يعني مثلا خلال مدة شهر مثلا، يمكن اكتر يمكن اقل، ولكن ما تضمنش برضه. تمام. فاتمنى ان هو ما يتنفذش، ولكن هو فعلا هيتنفذ. تمام. لان خلاص هو طالما المجموعه دي طالما بتقعد تتكلم في حاجه كتير، بتقعد تجيب لها 100 مبرر و100 حاجه، وده لا ده هي كده، ده هي مش عارف كده، ده مأذينا مش عارف في ايه، ده مضايقين البلد، ده عاملين مش عارف. فبتبدأ الدنيا تتكحول. فبينتهي الموضوع في النهايه ان هم ايه، الرئيس بيوافق على القرار، وبيحط له برضو قوانين. يعني بيحط له برضو ثغرات صغيره تقدر ان انت ايه تعمل منها. بس اعتقد ان ما عادش فيه ثغرات خالص، لان هي دي كانت اخر ثغره ان الناس تعمل بيها تكوين مهني. فلو حد موجود في اوروبا بالفعل وعايز يعمل تكوين مهني، يلحق يقدم، يلحق يعمل النيف والنيس بتاعه، ويلحق يقدم عشان آه، م- الدنيا مش باين لها ملامح يعني. تمام. وبرضو مش عارفين هل آه القانون ده لما يتطبق هيبقى زي الجنسية كده، بيتطبق على القديم والجديد، اللي هو القانون بينزل النهارده بيتطبق على امبارح يعني.
ده طبعا حاجه ما شفناهاش في الخيال. فانا ما اعرفش برضو التكوين المهني هيتعمل نفس النظام ولا لا. يعني ما نعرفش التكوين المهني هيطبقوا الموضوع ان هو ما عادش فيه خلاص ناس تيجي بفيزا سياحه وتعمل تكوين مهني داخل الدوله، لازم تيجي بفيزا دراسه. هيتطبق على الناس القديمه والجديده، ولا هيتطبق على الناس الجديده بس بتاريخ النهارده وبكره؟ تمام. هو الطبيعي ان القرار بينزل، اي قانون في اي بلد بينزل النهارده بيتطبق على النهارده وبكره فيما بعد يعني، لكن مش فيما قبل. تمام. آه، فطبعا اللي حاصل دلوقتي ان هم بدأوا يتكلموا في النقطة دي تحديدا، عشان لقوا كمية ناس مهولة جاية من كذا مكان وبيعملوا موضوع التكوين المهني ده، اللي هو المفر الوحيد للناس تدخل الاتحاد الأوروبي ويبقوا قانونيين. فخلاص ده يعني هو كده الأبواب بدأت تغلق خلاص. فانا مش بعمل لكم الفيديو متشائم والله، ولا ان انا عايز احبط حد او حاجه. انتوا عارفين ان انا اكتر حد بحاول اشجع الناس ان هم يحاول يغير. ربك بيقول يعني اعقلها وتوكل. ولو رزقك مش موجود في بلد يعني هتلاقي رزقك في مكان تاني، فاسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ف ربك بيحب يعني كل مجتهد. ولكل مجتهد نصيب يعني. ولكن اكيد ان شاء الله هنلاقي حاجة تانية، واكيد لو في حد موجود يحاول يعمل ورقه وحاجته بسرعة. لان هم لما بيقعدوا يتكلموا في الحاجة فبيخربوا الدنيا بالشكل ده. فهي حاجة كويسة وحاجة وحشة، لان هو فعلا الدنيا بقت زحمة جدا. بقيت تلاقي مثلا في الشغلانة مثلا وليكن بتاعة آه، توصيل طلبات مثلا في الشارع، بقيت تلاقي مثلا على كل مطعم مثلا بتاع حوالي مثلا لا يقل عن 40 30 40 واحد واقفين بره. مش عايز اقول جنسيات ايه، كلكم طبعا عارفين اغلب الجنسيات الموجوده بيجيبوا بعض بكميات. من 30 40 واحد موجود بره مطعم واحد. فانت لو جالك مثلا في اليوم اوردرات مثلا، جالك مثلا 50 اوردر، او يا سيدي جالك 70 80 اوردر في اليوم، انه طبعا ما بتحصلش في مطعم واحد يجي 70 80 اوردر. لو اتقسموا كل واحد خد اوردر، انت مش هتعمل 5 يورو في اليوم. تمام. فعلى ما تروح مطعم تاني بتحرق بنزين، فتروح مكان تاني فتلاقي الدنيا بقت برضو نفس العدد ويمكن اكتر. وكل ما تلاقي الريت، الخريطة بيكون فيها علامات حمراء وعلامات صفراء ومش عارف ايه. الحمراء يعني كمية شغل كبيرة، الصفراء يعني مفيش خالص، الاورنج يعني كمية بسيطة. على ما بتروح الحمراء بتبقى اصلا بقت صفراء يعني، فبتلاقي الدنيا بتضيق. آه، الرزق بتاع ربنا. ولكن برضو ليه حدود. يعني انت ما بتبقى الدنيا بكميات كبيرة بكترة، بيبقى الموضوع صعب. فده مش احنا اللي بنعاني منه، لان احنا كده كده كلنا جايين ضيوف. اللي بيعاني منه اهل البلد. اهل البلد بتعاني من الزحمة اللي حاصلة في الشوارع، لان مثلا عندك بتوع التاكسي بقوا في مشاكل مع بتوع التي في دي، اللي هم بتوع اوبر. بتوع اوبر بقوا كميات رهيبة في الشارع، فبقى بتاع التاكسي مش عارف يمشي منهم. انا بتوع التي في دي مثلا بتلاقيهم بيجروا قدامي يمين وشمال وبيكسروا علينا وبتاع. بقى في كمية لبخة في الطريق، بقت زحمة غير الأول، غير ما كنا جايين الأول. الدنيا كانت هادية. بتوع الموتوسيكلات كانت الدنيا لطيفة، مش بالكميات دي. فهم فتحوا الجدال في النقطة بتاعة التكوين المهني، لأن لقوا إن دي الثغرة اللي هم بيدخلوا منها الناس وعاملين كمية الزحمة دي. تمام. فهم بيحاولوا يقفلوا الدنيا عشان إيه؟ خلاص كده إيه؟ الخير فيما اختار الله. خلاص اللي عندنا عندنا وخلاص يعني، هم بيحاولوا يعملوا كده. ف بالتوفيق لأي حد مقدم على التكوين المهني خلاص، وعنده ورقه وحاجته وأموره تمام. هو مستني، إذا كان مستني موعده أو حاجة. وأتمنى القرار لما يتطبق ما يطبقش على القديم والجديد، أتمنى ده يعني. وأتمنى الناس اللي موجودة تعمل حاجاتها بسرعة، تلحق تعمل حاجاتها بسرعة. وأتمنى إن القرار ما ينزلش إن شاء الله ما يطبقش يعني. بس هو لحد الآن البداية يعني 90% الدنيا خلاص. القرار خلاص اتاخد يعني. تمام. لأنه طالما الأغلبية وافقوا عليه فخلاص يعني بتبقى خلاص الدنيا خلصانة يعني. تمام. زي موضوع الجنسية، الدنيا كانت 90% موافقين عليه، فخلاص بدأ اللي هو ال10% حاولوا يعملوا حاجة مش عارف ايه وبتاع، ولكن في النهاية شكرا. تمام. فده بالنسبة للتكوين المهني. وبالتوفيق للجميع. وآسف إن أنا قلت لكم خبر مش لطيف، ولكن لازم برضو أوعيكم من الصح والغلط. تمام. واللي هيجي ويحاول يغامر يحاول يبقى معاه سيولة برضو، عشان ما يلبسش نفسه في حيط يعني. ما يبقاش اللي هو جاي، في ناس بتيجي بتبقى زنقة نفسها زنقة وحشة جدا. يعني بيبقى جاي دوبك هو بس يجيب الحاجات اللي معاه ويقعد بعد كده يدور على الشغل ويقعد يقول لك
ساعدني في شغل. هنا الدنيا بقت صعبة شوية في موضوع الشغل بسبب كمية الناس اللي موجودة. الأمر بقى صعب، وبقى صعب إن أنت تعمل فلوس، يعني الدنيا بقت شوية ضيقة. تمام. فالله يوفق الجميع، وأي حد محتاج أي حاجة أو استفسار على أي حاجة يكتب لي في الكومنتات. وبالتوفيق جميعا يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين. وهستأذنكم اعملوا اشتراك في الفيديو وفعلوا زر الجرس. وأي حد يكتب أي حاجة في الكومنتات، أي معلومة أو أي حاجة محتاجها يكتب لي في الكومنتات أو يبعت لي في الانستجرام. يلا أشوفكم على خير. سلام عليكم.